في يوم من الأيام كان في لاعب كل ما يمسك الكرة في الملاعب تتحول لخشبة مسرح، والجمهور يبقى متفرج على عرض سحري. لاعب مش بس كسب قلوب الجماهير، ده غير مفهوم الكرة تماما. ده مش مجرد لاعب، ده الساحر البرازيلي رونالدينيو. ازاي بقى أسطورة؟ خلينا نحكي القصة. أنا أحمد طه، معلق صوتي. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب على يوتيوب يا حبيب أخوك، ولو أنت على الفيسبوك أو انستا أو تيك توك تعمل لايك ومتابعة. يلا بينا. رونالدينيو، الاسم اللي مرتبط دايما بالمتعة. لما تقول كرة في العالم كله مستحيل ما يجيش في بالك الراجل اللي لعبها زي ما محدش قدر يلعبها قبله. كان فنان اكتر من انه رياضي، وكل لمسة منه على الكرة كانت بتدي معنى جديد للجمال. لكن مين هو رونالدينيو، وايه اللي خلاه يبقى اسطورة محفورة في تاريخ كرة القدم؟ البداية عبقري من البرازيل، في حي فقير في مدينة بورتو أليجيري في البرازيل. يوم 21 مارس 1980 اتولد رونالدينيو دي أسيس موريرا، اللي كلنا عرفناه بعد كده برونالدينيو. من طفولته كانت الكرة جزء من حياته اليومية. كانوا بيقولوا انه هو عنده 8 سنين بس لعب ماتش كسب فيه فريقه 23-0، وهو لوحده سجل 23 هدف. لحظة، أيوة، سجل كل الأهداف. بداية احترافه كانت مع نادي جريميو في البرازيل، لكن موهبته كانت أكبر بكتير من مجرد دوري محلي. سنة 2001 سافر أوروبا وانضم لباريس سان جيرمان. هناك كل اللي بدأ يسمع عن اللاعب البرازيلي اللي عنده مهارات مش طبيعية. لكن لحظة الانفجار الحقيقي كانت لما انضم لنادي برشلونة سنة 2003. الإبداع في أنقى صورته. في برشلونة رونالدينيو مش بس لاعب، لا، ده غير تاريخ النادي. من وقت كان في الفريق بيعاني، جه الساحر البرازيلي وحول كل حاجة في 5 سنين. كسب الدوري الأسباني مرتين، وكسب دوري الأبطال مرة، وفاز بالكرة الذهبية سنة 2005. لكن الأهم إنه رجع البسمة للملاعب، مش بس لجمهوره برشلونة، لا، لجمهور الكرة كله. فاكر هدفه في ريال مدريد في سانتياغو برنابيو لما جمهور مدريد نفسه قام سقف له؟ مين يعمل كده؟ فاكر هدفه بالكعب، المراوغات والفاولات اللي كانت بتدخل الزاوية 90 وكأنها مرسومة؟ الساحر ما بيختفيش. رونالدينيو فضل يقدم المتعة في كل مكان راح له، ميلان، فلامينجو، أتلتيكو ميرينو، وحتى في الدوري المكسيكي. اعتزل سنة 2018، لكن تأثيره على الكرة لسه عايش. ناس كتير بتقول إن الكرة من بعده ما بقتش زي ما كانت وهو بيلعب. رونالدينيو مش مجرد اسم في الكرة، ده مدرسة في الإبداع وأيقونة للمتعة. كل مرة تمسك الكرة افتكر إن في واحد علمنا إن اللعب مش مجرد شغل، اللعب فن. والسؤال بقى في رأيك، هل هيبقى لاعب تاني يقدر يكرر اللي عمله رونالدينيو؟ شاركنا رأيك، وما تنساش تنشر الحكاية لو عجبتك. أنا أحمد طه، معلق صوتي. شكراً.